بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، وهنتكلم النهاردة مع بعض عن موضوع يعني اتكلموا فيه كتير او احنا اتكلمنا فيه كتير، ولكن يعني ما اتكلمناش فيه باستفاضة. موضوع ان احمد السيد زيزو مضى للنادي الاهلي، ثم يطلع علينا بعض الجماهير الزملكاوية وتقولك ان زيزو مستقبله ضاع، وان ابوه هو اللي ضيع مستقبله. طبعا ناهيكوا عن الشتيمة اللي خدها الراجل هو وابنه، دي هنخليها يعني الفقرة الجاية. ولكن دلوقتي خلينا الزملكاويه طالعين يقولوا على صفحاتهم ان احمد السيد زيزو مستقبله ضاع، واحمد السيد زيزو ابوه هو اللي ضيعه، متناسين ان هو راح النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. او هم مش عايزين يعترفوا بده، هم شايفين ان ناديهم انجح نادي وده حقهم. ولكن انا كل اللي شاغلني في الموضوع، لازم انتوا تعترفوا بفشل الاداره بتاعتكم. يعني انت بدل ما تطلع تقول ان الاداره فشلت في ملف التجديد لاحمد السيد زيزو، وفشلت ان هو تمضيه ويقعد ويكمل في نادي الزمالك، فطلع تقول اصل الاهلي هو اللي بيخطف اللعيبه والاهلي هو اللي بيعمل. ازاي الكلام ده؟ نفسي يقفوا وقفه يعني حق كده، او اعتراف بالحق مع نفسهم، ويعرفوا ان نادي الزمالك جاله عرض من نيوم السعودي ب6.5 مليون دولار لنادي الزمالك. وساعتها عشان هم يتقال لزيزو يعني، او هم يلبسوه مع الجمهور، اتقال له انت عايز تمشي اطلع قول للجمهور ان انت اللي عايز تمشي. عشان هم طبعا خايفين من الجمهور ومن الضغوط الجماهيريه عليهم، فقالوا له يعني انت عايز تمشي اطلع قول للجمهور ان انت عايز تمشي بكل بساطه. فطبعا ده ما كانش هينفع ان الراجل يطلع يقول لك انا عايز امشي. هم خبوا موضوع العرض دوت ورفضوه، بالرغم ان كان هيفك معاهم ازمات كتير. يعني 6.5 مليون دولار دول هيعملوا مبلغ وقدره، كانوا هيقدروا يشتروا بدل زيزو، بدل لاعب 2 3، ويدفعوا مستحقات اللعيبه المتاخره، يدفعوا الفلوس اللي موقفه لهم القيد في الفيفا. كان هتحل ازمات. ولكن لضيق الاداره، او يعني لضيق فهم الاداره، او هم كانوا خايفين ان الاهلي يكون عامل كوبري. فانتم متخيلين ان الاهلي هيعمل كوبري ب6.5 مليون دولار؟ رقم كبير يعني. ما ده مين هيدفع 6.5 مليون دولار وبعد كده الاهلي ياخدوا 2 3 مليون دولار مثلا؟ ده لو هو يعني على دماغهم. فالموضوع ازاي يعني؟ ولكن هم عشان الاهلي عامل لهم هس وعامل لهم عقده، فاي كانت يعني اي عرض يجي لزيزو يقول لك ده الاهلي هو اللي وراه. فبدل ما الجماهير تطلع تقول ان الاداره فشلت في ملف التجديد لزيزو، طالعين بيهاجموا اداره الاهلي والخطيب وان الاهلي حراميه. ده كل الزملكاويه كده يعني. مفيش زملكاوي انا شفت، يعني بصراحه انا ما شفتش مفيش زملكاوي بيطلع يقول لك ان الاداره هي اللي غلطانه، وان الاهلي مضى اللعيب في الفتره القانونيه بتاعته اللي هو يحق يمضي فيها لاي نادي. محدش طلع قال ان الاداره هي اللي غلط، وان الاداره هي اللي فشلت ان هي تخلي زيزو يفضل يكمل معاهم والاهلي خده. مفيش الكلام ده. ولكن الاهلي مضاه في الفتره القانونيه بتاعته، فده حق لاي نادي ان هو يمضي مع اللاعب طالما في الفتره القانونيه. هو ما مضاش مع نادي الزمالك. الراجل طلع في اكتر من تصريح قال انا كنت عايز اكمل في نادي الزمالك، ولكن هم اللي بداوا يمطلوا فيا. هنقعدوا النهارده، هنقعدوا بكره، هنقعدوا بعده، ونتفقوا معاه على مقدم. فالراجل يجي يقول لهم طب انتوا عرض يوم ب6.5، طب شوفوا هتدفعوا لي منه كام. نصه 30%، 40%، 50%، وانا اكمل معاكم مفيش مشكله، مش لازم تدفعوا. يعني قيمه العرض كله بتاع نيوم. طلعوا عليه اشاعات ان عايز 100 مليون في السنه و90 مليون في السنه، وابوه عايز عموله وعايز عربيه وعايز فيلا. اللي هم قالوا له اصلا هنديك فيلا، لما قالوا له مفيش مقدم هنديك فيلا بتمن المقدم يعني، وكل قسط من الراتب بتاعك هندفعه. ولكن دلوقتي المقدم مش جاهز، فاحنا ايه يعني، خد فيلا وللاسف مش هتعرف تتصرف فيها لان عليها حظر بيع. هو ده كلام يخش العقل؟ ثم بقى طبعا نيجي بقى للهجمات الممنهجه على ابوه. وفي كل ما ابوه يطلع في اي صفحه ينزل بوست على صفحته، او يطلع على التلفزيون، او يعمل اي كلام او اي كلمه بيقولها يصرح بيها للاعلام، سيل من الشتايم والاهانات والسب
فيه وفي ابنه وفي اهله، عشان خاطر الراجل خايف على مستقبل ابنه. طبعا طلع المستشار مرتضى منصور وطلع وقال لك ان الراجل ده انا كنت ببعت العربيه للمنيا تجيب زيزو يمضي للزمالك بدون كلام ومن غير ما يعرف هياخد كام، وبعد ما يمضي بقول له انت هتاخد في السنه 15 مليون، هتاخد في السنه 20 مليون. وما كانش بيتكلم، وابوه ما كناش بنشوفوه اصلا، عشان بس كانوا بيقول لك اصل ابوه كان بيطلب عموله وعايز عموله. قال لك ابوه ما كناش بنشوفه اصلا، ما كناش بنشوفه. ففضح كذبهم. والعقد اللي اتسرب اللي قال لك ده عقد نيوم كان جايب 2 مليون دولار، والعقد اللي اتسرب وطلع فعلا ب6.5 زي ما زيزو قال. فزيزو طلع فضحهم مع فايق، وقال الحقيقه وقال الصراحه وقال كل اللي كان بيحصل في الكواليس المغلقه اللي ما كانش حد يعرفها. فانتوا البديهي راجل بيتشتم بابنه، ابنه بيتشتم واهله، والراجل نفسه منين ما بيتشاف بيتشتم وبيتقل ادبهم عليه، وصور وتقصير صور واهانات وكل الكلام ده. انتوا متخيلين ان كان زيزو هيكمل ازاي في الزمالك؟ يعني انتوا كنتوا متخيلين كزملكاويه انه هيكمل ازاي ويجدد لنادي الزمالك ويلعب بعد كل اللي حصل ده؟ الطبيعي والبديهي ان هو كان يمشي. ده اي حد فاهم عاقل طلع عليه اشاعات ابوه عايز فلوس، بالرغم ان هو قال لك ابويا ما طلبش فلوس. الراجل ما كانش مصدق ان الجمهور يعمل معاه كده. الراجل قال لك انا بقالي 6 سنين في نادي الزمالك، جددت مرتين بدون مشاكل وبدون كلام، وابويا ما خدش عمولات فيها. واسالوا المستشار مرتضى منصور ان لو ابويا خد مليم واحد من نادي الزمالك، عشان مرتضى منصور يطلع يرد يقول لك ان الراجل كنت ببعت له عربيه تجيبه لوحده يجي نادي الزمالك يمضي، وبعد كده نقول له انت هتاخد قد كده. ولا كان ابوه بيجي، ولا كان ابوه بيتدخل، ولا كان ابوه بيعرف ايه اللي بيحصل. عشان بس يبقى هو يعني بيثبت صدق الروايه اللي قالها زيزو مع فايق، وبيثبت كذب اداره الزمالك اللي قالك اصل عايز 100 مليون وابنه وابوه عايز عربيه وفيلا، والكلام اللي كان بيتقال والاشاعات وشغل اللجان اللي كان بيشتغل على ابنه. فالراجل طلع في مره من كتر بقى سيل الشتايم والاهانات، طلع قال لك انا هرد بس الرد هيكون قاسي. وانا اظن ان هو كان يقصد ان زيزو مش هيجدد للزمالك وهيمضي في النادي الاهلي، وده مش هيعجب ولا جماهير نادي الزمالك ولا اداره نادي الزمالك. فطبعا انتوا كنتوا زي ما بقول كنتوا بعد كل ده انتوا متخيلين ان هو كان هيكمل في نادي الزمالك؟ اكيد لا، طبعا كان لازم هيروح النادي الاهلي. انتوا فاهميني؟ وخصوصا ان هو بنفسه قال لك ان النادي الاهلي ده نادي، يعني انا رايح احقق حلمي ورايح احقق انجازي. طبعا انتوا عارفين ان النادي الاهلي والتقديمه اللي عملها لزيزو اتشافت بره. يعني الحته بتاعت ان كل الطرق تؤدي الى الجزيره، وجايبين صوره تيشيرت بتاع زيزو رقم 25. الباير عملها وكتب على تيشيرت 25 بتاع مولر كل الطرق تؤدي الى الانجازات يا مولر على طريقه النادي الاهلي. فمعنى كده ان الاهلي براند عالمي بيتشاف من كل انديه العالم ومن كل انديه اوروبا، ودي حاجه كويسه. حتى التقديمه بتاعت زيزو نادي مانشستر يونايتد عمل زيها ولكن مع اختلاف بعض الالوان. فما زي ما بقول لكم ان الاهلي بيتشاف والاهلي براند، عشان كده اللي بيسال يقول لك اللي بيراهن على الاهلي لازم يكسب، ده بفضل الله طبعا اولا، بس الاهلي براند عالمي بينجح اي حد. طبعا نادي الزمالك زي ما انتم عارفين عايز يجدد، عشان بس اللي بيقول لك اصل احنا نادي مش عارفه بيقع ونادي بيعمل والاهلي بيحاربه. عايز يجدد لشيكابالا ال 40 سنه ولا 41 سنه، وطالب مش عارف قد ايه، وعبد الله السعيد طالب قد ايه، ونادي اتحول لدار مسنين. ولكن احنا ملناش دعوه، انا بس بثبت حاله عشان خاطر ما حدش يقول لك اصل انتوا اللي بتهدوا استقرار الاهلي، اصل انتوا مش عارف ايه. الاهلي اتخلى عن علي معلول، او مش اتخلاش، هو ساب علي معلول لما حس ان هو مش هيقدر يقدم اي افاده للفريق والراتب بتاعه هيبقى عالي، فتوجه له الشكر وهيتعامل مع يعني معامله الاساطير. ولكن في الجانب التاني واحد ما عملش اي حاجه للنادي ومع ذلك عايز يتجدد له بملايين وبتاع، وكل سنه ولا كل كام سنه بيتجدد له. انا ما اعرفش ايه وجه الاستفاده منه، او هم بيستفيدوا منه ايه. ولكن يعني خلينا نقوله الاداره كانت موافقه على اللي بيحصل في زيزو دلوقتي.
والدليل ان كانت بتنزل بيانات تدعم اللي الجمهور بيعمله مع زيزو، وان زيزو خاين وان زيزو مش عارفه ايه، بالرغم ان هم اللي غلطوا. زي ما حصل مع امام عاشور لما اتشتم، نزلت الاداره قرار بيان بتأيد زعلانه من العقوبات اللي وقعت على الجمهور بسبب ان هم شتموا امام عاشور وتعاقبوا. فانتوا مستنيين ايه من الناس دي؟ ف يعني انا بس بثبت حاله على اللي بيحصل عشان محدش يقولك ان النادي الاهلي هو اللي بيهد استقرار نادي الزمالك. زي ما قلت لكم عايزين يجددوا لشيكا ويجددوا عبد الله وهم حرين، والنادي اتقلب. يعني طبعا هم الزملكاويه زعلانين وانا معاهم، انا معاهم في الموضوع ان زيزو كان بيمثل 70% من قوة نادي الزمالك لوحده. انتوا متخيلين؟ طب لما يمشي، طب الدنيا هتقلب، الدنيا هتبوظ اكتر ما هي بايظه. يعني هي اصلا وهو في وجود زيزو كانت الدنيا ماشيه بالزق، ما بالك بقى ان 70% قوة الفريق اتشالت، ايه اللي هيحصل؟ فلازم يزعلوا ولازم يعملوا اللي انتوا شايفينه دوت. والراجل ولا كان طلب 100 مليون، ولا ابوه كان طلب عمولة، ولا طلب فيلا، ولا طلب عربية، ولكنها اشاعات زملكاوية عشان تلبس زيزو مع الجمهور، هو وابوه مع الجمهور، وتطلع الادارة هي كويسة. ويعني الناس تنسى ان هم فشلة في ملف التعاقد وفي ان هم يجددوا ليه ويلبسوهم في زيزو. وزي ما قلت لكم مستشار مرتضى منصور طلع طبعا قعد بقى قال اللي قاله في حق اداره الزمالك بسبب زيزو. وزي ما قلت لكم انه كل واحد جاي بيصفي حسابات، محدش بيشتغل بقلب للنادي، كل واحد همه مصلحته. عشان كده نادي الزمالك بالحال ده، وانا بصراحه انا مبسوط ان هو بالحال ده. كده كده المنافس بتاعي بقى بيراميدز، وهم كده كده الدنيا معاهم مش بخير وشويه وهيختفوا، والله يسهل لهم حالهم. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. في نهايه الحلقه، الاهلي فوق الجميع، الاهلي رقم 1. سلام يا احسن اهلاويه في الدنيا.